4 شهور نايم في المكان ده، في المكان ده وجنب الميه وفي البرد ده. اه. بقالك قد ايه نايم هنا؟ ليا 4 شهور بالظبط. 4 شهور؟ ليا 4 شهور. طب يعني 4 شهور ما تعرفش السكن هنا، ما تعرفش ناس هنا يعني تعيش معاهم؟ لا والله يعتبر ما فيش حد، فيش سكنات، يعتبر ما فيش شغل عشان السكن تدفع ايجار سكن حتى. طيب انت محتاج ايه بالظبط؟ محتاج سكن وشغل. سكن وشغل. وشغل. طيب عند حضرتك كام سنة عشان طبعا الناس تعرف؟ انا عندي 45 سنة. 45 سنة. وبقالك كام شهر قلت لي هنا؟ انا ليا 4 شهور هنا بنام. 4 شهور نايم في المكان ده؟ في المكان ده وجنب المية وفي البرد ده. انت قلت لي انت رحت ايطاليا باين وحاجة زي كده؟ رحت خدت شهرين في ايطاليا والله، بدور على شغل برضو زي كده ونفس النظام، ورجعت تاني فرنسا ولسه مريحين والله، ما فيش شغل. بس انا اسالك سؤال بس، يعني انت راجل بقالك 3 سنين هنا في فرنسا، يعني في ايه اللي ادى بيك ان انت تيجي تنام في الشارع؟ انا عايز اللي جاي على قد الرايح، اللي جاي على قد الرايح، ما فيش شغل كتير، يعتبر اللي جاي على قد الرايح بالظبط. مفيش حد عدى عليكم وقدم مساعدات ولا حاجه؟ لا، يعتبر الجمعيات دي بس اي كلام يعني بيساعدوا مثلا في الاكل او الشرب او حاجه زي كده مثلا؟ بس حاجه خفيفه. حاجه خفيفه خالص. طيب يعني انت محتاج دلوقتي سكن؟ محتاج سكن وشغل. سكن وشغل. طيب انا جزاك الله كل خير، ربنا يبارك فيك يا رب. اهل خير كتير، ناس كتير هتشوف الفيديو وباذن الله يعني ممكن ما يعديش 24 ساعه ويكون في مكان دافي نايم وسبع الله، يعني الناس للناس. انا كنت عند اخونا اللي نايم في الشارع دلوقتي يا جماعه، عنده 45 سنه، بقاله 4 شهور نايم في الشارع. شوف العشه اللي انا صورتها دلوقتي. الراجل اتصل عليا من اسبوع وحاولت اتواصل معاه وما كانش عايز يتكلم ولا كان عايز يقول حاجه ونفسيا تعبان. انا جيت له دلوقتي، اقسم بالله العلي العظيم انا لابس جاكيت اهوت ومتدفي ومطايق يقف معايا في الشارع. فلو سمحتوا، الراجل ده محتاج سكن ومحتاج شغل. عارف ان المصريين رجاله وعارف الناس ما بتاثرش، اي حد عنده بلاص السكن يتصل عليا ويكلمني وباذن الله خير. الراجل ده ما ينفعش ينام في البرد. شوف ايدي عامله ازاي من البرد. ارحموا الناس دي، اقسم بدين الله اعملوا الخير وربنا هو المطلع واللي شايف. محتاجين بلاص السكن. الراجل المحترم ده اللي يقدر يساعد يقول انا عندي بلاص السكن، وانا هاخد الراجل اوديه لحد عنده اكل والشرب واللبس باذن الله كله مقضي، بس عايزين بلاص السكن. وشكرا وجزاكم الله خير. انا دلوقتي صورت الفيديو ده، موافق ان انا اذيعه من غير اسم من غير اي حاجه، ما تقلقش يعني. انا هشوفك المره الثانيه باذن الله ندخلك السكن، وبعد كده مش هعرف انت فين. ربنا يصلح حالك. امين يا رب. لا زي ان شاء الله. ماشي يا استاذ، شكرا.